الاعتراف وإظهار مشاعر الحب بتعبيرات شفوية بشكل مبالغ فيه كيخلي دوك الكلمات كتفقد قيمتها وكتولي ديال الكيلو. مثلا في كل ساعة كتقول الطرف الآخر كنبغيك، كنحماق عليك، كنموت عليك. كل ما كانوا هاد التعبيرات نادرين كل ما كانت عندهم قيمة أكبر وكيلمسوا جوارح الإنسان اللي معاك، حيت ما تعودش يسمعهم منك كل ثانية. بالإضافة للتأثير الجميل اللي ممكن تخليه عليه، على الأقل تحرك فيه شي حاجة زوينة وترسم ابتسامة في وجهه وتخليه يحس بإحساس زوين لبعض الدقائق. غالبا هادشي كيكون غير في بداية العلاقة، وبنادم الحماس عنده زايد نرزة وكينقص مع المدة، وفي بعض الأحيان ما كيبقاش كاع وكتبرد الدعوة وكتسالي العلاقة بعد ما شي حد فيهم كيتخنق من الاهتمام المبالغ فيه من داك العاشق الولهب اللي قهروا غير بالشفاوي وبيبي كنبغيك ليل ونهار. إحقاق التوازن في العلاقة لابد منه إلا بغى الإنسان يعيش علاقة صحية فيها حب مزيج بين أفعال وكلام جميل بالعبار وفي أوقات محددة. حتى كثرة المجاملات اللي كتخلو من المنطق والمصداقية كتولي مع الوقت لا قيمة لها، حيت كتعيقوا ببعضياتكم باللي داكشي كامل غير طنز عكري. ما كاين باس تجاملوا بعضياتكم في حدود المعقول، حيت كلنا كيعجبنا المادية، لكن اللي كيحترم عقولنا ماشي الخيال العلمي. الانسان اللي كينتظر دائما الطرف الاخر يحاورو بالكلام المعسول والوردي غالبا غيتقلق من الحوارات العقلانيه، حيت كيبغيك ديما تخاطب العاطفه ديالو بالشعارات الغراميه وبالاوهام. هادشي ما كيخدمش العلاقه وما كيخليهاش تطور وتزيد لقدام، كتبقاو غير تدوروا في دوامه ديال الشفاوي وكتعيشوا مسلسل تركي فارغ المعنى. فاش كتكونوا جوج الاطراف اذكياء وناضجين عاطفيا غادي تعطيو لكل جانب من جوانب علاقتكم حقها، غتقدروا توازنوا بين الجانب العاطفي منها مع الجانب المادي، لان نجاحها كيعتمد على الاهتمام بكلا الجانب. هادشي مجرد قناعات شخصيه، كل جوج الناس راه عندهم اسلوب خاص يتعاملوا به مع بعضياتهم. الهدف هو يعيشوا علاقه صحيه يكونوا فيها سعداء ومرتاحين. مسنان مغربيين عاشوا مع بعضياتهم اكثر من نصف قرن في حب واحترام وسعاده. حتى الناس اللي كتربط سعادتها بالماديات في هذا العصر الاستهلاكي كتشوف ان هاد الزوجان هما مثال العلاقه الزوجيه البسيطه والطويله الامد المليئه بالحب والوفاء على مر سنين عده. هم يتمنون هكذا حياه، ولكن ما يقدروش يتخلصوا من قلقهم على وظائفهم من فقدانها او الصالير ينقص، وكيشعروا بالغيره والحسد لان زميلهم في العمل او جارهم اشترى سياره جديده او دار كبيره الى اخره. حتى الأغنياء اللي وضعهم المادي جد مريح وحساباتهم البنكية مكدسة بالملايين ما يقدروش يعيشوا هذه الحياة البسيطة لأنها ما كتشبعش رغباتهم في التفشخر بما يملكون باش يبينوا أنهم أرقوا أسمى من الطبقات السفلى. إذا هم في سعي مستمر لجمع المال باش يحافظوا على مكانتهم وثروتهم تزيد. أما الفقراء المغلوبين على أمرهم اللي همهم الوحيد هو توفير لقمة العيش كتبان لهم حياتهم الفقيرة من الرفاهية المادية على أنها جحيم، وكيتمناو لو أنهم عاشوا في الفيلا ديال داك الغني الجشع لأنها هي الجنة بالنسبة لهم. طبعا الحياة اللي ما كتوفرش فيها أدنى شروط العيش الكريم هي فعلا جحيم. تأكيد لكل إنسان تطلعاته ونظرته للحياة الزوجية والشروط اللي ممكن تخلق ليه علاقة سعيدة مع الشريك. وعلاقة هاد المسنان ماشي نموذج للزواج الناجح بالنسبة للجميع، اما اللي باغي فعلا يعيش بحال هاد العلاقه الزوجيه البسيطه غيخصو بعض التضحيات، وهذا الشيء كينطبق على جميع الطبقات الاجتماعيه من فاحش الثراء الى الفقير اللي عنده الضروريات. في الحقيقه تبسيط الحياه مساله صعيبه الا كان الهاجس ديال الفرد هو التمظهر والتفشخر بالماديات، وبلا بهم ما كيحسش بانه انسان عنده قيمه، لان هاد الاشياء كتعارض مع شعور السعاده الحقيقي. ما تقدرش تعيش حياة زوجية بسيطة وتضحي بكل المغريات والعلاقات الكثيرة اللي ولفتيهم كفرد قبل الزواج بين ليلة وضحاها. المسألة كتحتاج لبعض الوقت، وتبسيط الحياة كيجي بالتدريج عن طريق التخلص من كل ما هو زائد عن الحاجة من أشخاص وأغراض، وتحتفظ فقط بالقليل المفيد. أهم شرط هو ضبط النفس وتطهيرها من حب المتعة الآنية ومجرد صخب الحياة في هذا الوقت، والتأثر بالمظاهر الزائفة، وتحاول تنافس في سوق التصنع وبان عليا بان لك، لأن لا مكان للقناعة والرضا في جسد بلا روح. الشيء اللي كيجرك لواحد الإدمان إشباع الرغبات وتقلب دائما على السعادة خارج نطاق روحك وجسدك. احنا في عصر المشتتات بامتياز، الانسان قل صبره وضعفت ارادته وتخلى على القيم ديالو الاصيله واصبح بلا هويه، ونتيجه كثره الخيارات وسهوله الحصول على اي شيء ترغب به ما بقات حتى حاجه بقيمتها وبحلاوتها، لاننا ما درناش حدود للترفيه ولينا عبيد شهواتنا. كلما استهلكنا اكثر زادت شراهتنا لاستهلاك المزيد.
التغني بالقيم النبيلة بحال الوفاء والقناعة والتضحية في مواقع التواصل كيبقى غير منشورات لتزيين الحائط فقط، أما تبنيها وجعلها شيء متجذر في ذات الإنسان كيبقى بعيد الحدوث، لأننا لسنا أسياد على رغباتنا، وبلا وعي منا سلمنا أنفسنا لوحش النوتيلا وهو اللي كيحدد شنو باغين وكيتحكم في توجهاتنا. سلم منا القيم ديالنا وجعلنا روبوتات مفعول بها وهي تضحك. السعيد لا يحتاج لدليل مادي باش يبين لينا كم هو سعيد، يكفي انك تكون سعيد داخليا وغيبين عليك داك الشيء خارجيا، من تواضعك والابتسامة ديالك الدائمة وهدوءك وتعاملك اللطيف وغيرهم من الدلائل اللي كتوحي ان الانسان فعلا راضي وعايش في السلام داخلي مع نفسه ومع داك الشخص اللي كيشاركو شخصيته البسيطة وحياته البسيطة، وقادرين على الصمود امام صعوبات الحياة الغير مثالية بطبيعة. الراجل عنده احاسيس ومشاعر، وكاين بزاف ديال العوامل اللي كيأثروا على الحاله النفسيه ديالو سواء بطريقه سلبيه او ايجابيه. ومن بين هاد العوامل ضغوط العمل مثلا اللي كتولد عند الراجل واحد الطاقه سلبيه، فكيحتاج لواحد الطاقه ايجابيه اللي تفوج عليه وتهدى من روعه. باش يحصل الرجل على هاد الطاقه الايجابيه كيلتجئ لبزاف ديال الامور، بحال يخرج مع صحابو، يمشي عند مراته وولادو، يمشي عند عائلته. بعض النساء فاهمين بانهم هما ما عندهمش الرباح الا كانوا عندك انت بزاف ديال المصادر اللي كتستمد منهم الطاقه ديالك، لهذا كتبدا تشجعك باش تقطع الصله مع دوك الصحاب ديالك، تقول لك حموده ما مزيانش خاصك تبعد عليه شويه، دوز لك لعائلتك وتبغي تجرك بعيد عليهم. حتى الا كنتي غير كتريح في القهوه وكتفرج في كوره ومستمتع، هادشي حتى هو ما مسلكاش. خاصها تبقى هي المصدر ديالك الوحيد اللي فين ما تضيق بك الحياه تجي الحجره تبكي. نهار اللي دير بكلامه وتنوض تقوضها مع داركم وتفارق مع صحابك وتبعد على الهوايات ديالك، عرف باللي دخلتي للشبكه وغتبدا تشطح فيك على انغام ظلموني، تبكي وتقول لك ظلموني اللي غارهم مني، بغيت سلسلات انا بحال ديال اختي ربيعه. ولا قلتي ليها لا ببساطه غدير لك الدراما وتنكد عليك. انت جاي من الخدمه راسك طايب تقلب على الراحه والطاقه الايجابيه وهي غتلقاها معبسه وما كتبشرش بالخير. باش تفادى انت هادشي كامل كتنوض تشري ليها اللي بغات غير باش تهنيك، وكتولي طالب غير التعادل. وهذا نوع من انواع الابتزاز اللي كيمارسوه بطريقه فنيه وما كتفهم فيه انت والو. نصيحتي لك هي نوع من المصادر ديال الطاقه الايجابيه عندك، حافظ على صحابك الا كانوا في شكال وتهلا في عائلتك ومارس الهوايات ديالك. حياتك قبل الزواج خاصها تبقى هي حياتك بعد الزواج، انا ما غطاش ترضيها وتمشي مع على هواها وتبقى شاطح فيك بحال شي قرد.